أنتم يا الربع تدرون ومؤمنين من الداخل أني أنا ماني بنصراوي، أنا ماني بنصراوي، ولكن بيتنا كله نصراوي، كل إخواني يشجعون النصر. فلذلك هذا في المقام الأول بريرة فيهم. في الأمر الثاني، أنا شفت عدوي لما صار شجاع، أقسم بالله أني أنصف. فما بالك بهذا الجمهور العظيم اللي يدخل المعارك أعزلا، ما معه شيء، ومع ذلك ينتصر. أنا اليوم يعني يعجبني النصر لا علشان اللاعبين ولا علشان غيره، أنا يعجبني النصر لجمهوره العظيم اللي جلس سنوات يدخل في معارك نقاشية وما معه أحيانا بطولة حتى في موسم، ومع ذلك ينتصر في المجلس، يدخل في مدرجات وهو يعلم أنه قد يهزم ويملى المدرج. كيف لا كيف ما ياكل قليبي هذا، أو أقصد يعني ياكل قلوب إخواني. النصر بجمهوره، النصر بحضور جماهيره، النصر بحضور جماهيره في المجالس حينما يقاتل نقاشا ليثبت أن النصر في المقدمة، وهو كذلك. اليوم حنا نشوف المتعة الكروية اللي لا يمكن أنك تلقاها في أي ملعب. والقاصي والداني يشهد بذلك. القاصي والداني. ومن هذا المنبر أود أن أقول كلمة مهمة. من ينتقص، لأنه الخاص مثل عندي على كل حال موضوع الهلال، من ينتقص من الهلال أو من جمهور الهلال هذا ما يعرف كورة أصلا، هذا ما يفهم كورة. جمهور الهلال عظيم، والفريق الهلالي مشرف في الداخل والخارج. أنا ما بطري الهلال، أنا أقول النصر بمن حضر، النصر بجمهوره، النصر بتاريخه، النصر بماجد أحمد عبد الله انطلاقا وإلى يومنا هذا. يا النصر أثرى يحب إخواني يا حبيبي يا أبو وليد. أنت دائما محايد ترى يا حبيبي والله، ترى دائما. وأسأل الله التوفيق للنصر.